انا درست ادب انجليزي، بطبخ حلو جدا جدا، بحب الزراعه قوي. يعني لو ما كنتش جولري ميكر او ممثله كنت هبقى يعني عندي ارض بزرعها. بحب انتخ الصراحه قدام البحر وانزل الميه واقعد مهويه دماغي تماما. انا بدرس رقص معاصر بقالي 6 سنين، فبحب ارقص جدا. والله ما فيش خطط جديده، يعني لسه مكمله بشتغل في الورشه بتاعتي، ولسه بدرس بنات في مؤسسه اسمها بناتي، بدرس لهم جولري ميكنج. اللي خلاني اصلا ابدا الموضوع ان انا بحب اشتغل بايدي، فحبي بقى للجولري ميكنج بدا من هنا، ان انا بحب اصلا شغل الايد. يعني انا بدات التمثيل بالصدفه. يعني انا زمان قوي كان عندي حلم ان انا ابقى ممثله، بس هو كان بجد حلم بعيد. يعني ما اعرفش حد في السين، ما اعرفش ممثلين، ما اعرفش مخرجين، ما اعرفش اي حد خالص، وما اعرفش الناس بتبدا تمثل ازاي، يعني الناس بتخش الموضوع ده ازاي. انا ما كنتش اعرف، فعمري ما سعيت. يعني عمري، علشان كنت عارفه ان هو بعيد جدا وعمره ما هيتحقق. وجت بالصدفه، جت بالصدفه تماما. جالي اوديشن في مسلسل لعبه النسيان، رحت عملت مشهد واحد، ومن بعده لقيت بقى ناس بتكلمني وادوار، والحمد لله. يعني بدات اسعى بقى في الموضوع بعد ما عرفت ان انا، يعني بعد ما اخترقت الدايره دي وعرفت اخش، فبدات اتعلم وبدات اخد ورك شوبس وبدات اشتغل على نفسي كممثله. انا بجد مبسوطه قوي بالفيدباك ومخضوضه جدا، علشان انا مش مصدقه ان ده حاصل. عارفه لما تبقي في حاله صدمه كده، اللي هو ده بجد بيحصل، ده حقيقي. فمبسوطه جدا ومخضوضه قوي في نفس الوقت. من اكتر الحاجات يعني اللي بتتقالي بتبسطني جدا ان الناس بتقولي ان انت يعني بنحسك قريبه كده، فدي بسطتني قوي الصراحه، قوي بجد. ما هو انا مش عارفه برضو المفروض الواحد يعمل ايه. يعني اعمل ايه؟ ما هو انا كده اعمل شعري؟ لا، ما بحبش اعمل شعري. كان في مره مسلسل بعمله، المخرج كان عايز ان الكاركتر تبقى شعرها ستريت، فالصراحه لبست باروكه. فانا ما كنتش عايزه اعمل شعري كل يوم في التصوير، ومش عايزه ابوظ شعري، فلبست باروكه. فكان باين انها شكلها طبيعي وكل حاجه، وكان شكلي لذيذ جدا. دايما في بدايه كل مسلسل بيبقى عندي مشكله كبيره جدا مع الميك اب ارتست في المسلسل، ان هو بقى ايه، عايز يشتغل ويثبت نفسه، وانا اللي هو انا بكره الميك اب، بكره الميك اب. بيقعدوا بقى يقولوا لي بصي ده، بقول لهم ده ايه؟ يعني ده ايه يا شباب؟ انا مش فاهمه اللي انت بتقوله ده. ايوه، يعني ده بيعمل ايه بالظبط؟ ما عنديش هير روتين، بستحمى وبنشفه الصراحه بفوطه مايكرو فايبر. دي اكتشفتها اكتشاف رهيب، يعني مش بتهيش الشعر. ويعني بعد ما بستحمى بقى بعمله كده كده كده، وانشفه بفوطه مايكرو فايبر وانزل. هو بقى بيتنكش لوحده وبيعيش حياته. سبحان الله، هو بجد الكرو كله مفيش انسان فيه انا ما كنتش مرتاحه معاه. يعني الكرو كله مريح جدا والناس لذيذه جدا. وانا في العموم مش بعرف اخد على الناس بسرعه، يعني لو في حد نكشني بتنكش عادي وبتلاقيني بتكلم وكده، لكن انا ما اعرفش اروح ابادر بان انا اتعرف على حد او ابقى اصحاب مع حد او كده. بس بجد سبحان الله، انا كنت حاسه ان انا يعني كنفسيا مرتاحه جدا 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 طول وقت تصوير المسلسل، في التصوير وفي الكواليس. عمري ما حسيت ان انا كده او كشه او كده، لا خالص. وكلنا كنا اصحاب، والناس كلها لذيذه بجد، كلهم خفاف وطيبين فعلا، جوه التصوير وبره التصوير تحفه. انا مبسوطه ان المسلسل كمان حط ضوء كده على فكره السنجل مامز، وقد ايه هم فعلا بيتعبوا وحياتهم صعبه جدا، وكمان عايزين ياخدوا بالهم بقى من نفسهم وحياتهم العاطفيه وعلاقاتهم باهلهم وكل حاجه. ففعلا الستات بتشقى، والسنجل مامز بتشقى 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 بجد. فانا مبسوطه ان المسلسل برضو بص على الحته دي. انجي مش شبهي خالص، انجي بتحب الرجاله الاكبر منها، وانا مش كده خالص. انجي بتحب الحب ورومانسيه جدا. يعني انا ممكن كنت ابقى كده زمان، بس حاسه بقى ان دلوقتي بقى اللي هو ايه، يعني يلا نتبسط بقى، يلا بقى يا جماعه بقى ايه، احنا ضيعنا بقى سنين كتير قوي في حياتنا، فيلا بقى نتبسط بقى. هتنكد عليا؟ مش عايزه، شكرا. بحب ان هي غلبانه، هي عايزه حد يحتويها وحد ياخد باله منها، وكان ناقصها كده فاذر فيجر. فانكل فؤاد، هي كانت فاكره ان هو بيحتويها، بس اكشلي هو ما كانش بيحتويها خالص. فبحب ان هي غلبانه. يعني انا بحب ان هدى حره جدا، بتعمل اللي على مزاجها، تاخد حقها بايديها، مش مكسوره الجناح خالص. هي عارفه هي عايزه ايه، بس في نفس الوقت مش عارفه هي عايزه ايه. لا، بحب هدى قوي الصراحه قوي. ما لحقتش اتفرج على حاجه خالص عشان التصوير، بس بعد رمضان عايزه اتفرج على الهرش السبعه. عايزه اعمل دور بنت شبح كده، شبح موت. انا نفسي قوي امثل مع كريم عبد العزيز بجد. لو حد اجنبي طبعا انا بحب
ادم درايفر حب غير منطقي. انا كست يعني انا عايزه انبسط، وعايزه الرجاله بقى ايه تسيب الستات في حالها كده، الحاجات المواضيع المتعلقه بالستات الستات هي اللي تتكلم فيها، ما يجيش راجل بقى ايه يتكلم علينا بقى، يتكلم على احتياجاتنا بقى وحياتنا، وخليك في حالك وعايزين نتبسط.